واش عارف ان النشيد الجزائري والتعديل اللي دار تبون على الاداء ديال هذا النشيد الشهر اللي فاتوا بالضبط نهار 14 شهر 5. هذا التعديل اللي دار غادي يكون هو السبب في الحرب الدبلوماسيه اللي غتنوض بين الجزائر وفرنسا. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب. هذا اعتبره فرنسا تحدي جزائري. الحرب الدبلوماسيه بين فرنسا والجزائر بدات الخطوات ديالها الاولى غير في هذه الايام اللي خرجت وزيره الخارجيه الفرنسيه كتنتقد النشيد الجزائري اللي في بعض من المقاطع ديالو كاين فيه تحدي مباشر لفرنسا، وفيه ايضا كلمات اللي قاصحه على اي فرنسي انه يسمعهم. في هذا المقطع الجدلي نقرأ: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب. لكن النشيد الوطني الجزائري من 1956 وهو كيتأدى بشكل عادي. شنو اللي خلى فرنسا حتى دابا انها تقلق وتطالب الجزائر انها تحيد جزء او المقطع الثالث من النشيد الوطني الجزائري اللي من كلماته كيشكل تحدي لفرنسا، وانه ايضا واحد النهار غادي يكون انتقام ديال الجزائريين من فرنسا. السبب بكل بساطه اللي خلى فرنسا تدوي في هذه اللحظه الحاليه وان النشيد الجزائري كان سابقا في كل المناسبات الرسميه ما كيتأداش في الصيغه ديالو كامله، يعني دائما كيتحذف المقطع الثالث اللي كيدوي على الاستعمار الفرنسي انذاك وزيد وزيد من الكلام اللي فيه تحدي لفرنسا ايضا. حتى جا نهار 14 شهر 5 اللي فات واللي قرر فيه الرئيس الجزائري تبوني وقع على المرسوم الرئاسي اللي خرج في الجريده الرسميه واللي كيتضمن تعديل في الاداء للنشيد الجزائري، حيت هذا المرسوم كيأكد وكيقول هو ان هذا النشيد الوطني خاص يتأدى في الصيغه ديالو كامله، بمعنى في اي مناسبه رسميه غادي يتأدى النشيد الوطني بشكل كامل، ما غيتحذف حتى شي مقطع، وغادي يبقى كيف ما هو بخصوص الكلام اللي كيقولوا الجزائريين لفرنسا بخصوص الاستعمار. صحيح، هذا يعني الظرف ياتي نتيجه للتوتر في العلاقات الجزائريه الفرنسيه. حتى نكون صرحاء، العلاقات الجزائريه الفرنسيه ليست كما يرام وليست سمن على عسل. هادشي كامل دفع وزيره الخارجيه الفرنسيه انها تعطي رايها على هذا القرار اللي خدا تبون وسينا عليه، وقالت ان هذا القرار وهذا التوقيع اللي وقع عليه الرئيس تبون ما كيناسبش الوضع الحالي اللي كتعيشو فرنسا والجزائر، واكدت ان الجزائر خاصها تطوي الصفحه وما تبقاش مركزه في الماضي، وان فرنسا كدير محاولات باش انها توطد العلاقه ديالها مع الجزائر، الا ان الجزائر بمثل هذه القرارات كيخليو التوتر يزيد يتصاعد. عندما سئلت وزيره الخارجيه الفرنسيه الجمعه الماضيه على قناه LCI عن رايها، قالت ان النشيد قد تجاوزه الزمن، الشيء اللي خلى تصريح ديال وزيره الخارجيه الفرنسيه يغضب الجزائريين وما يعجبهمش بتاتا هذا الكلام. رد وزيره الخارجيه الفرنسيه لم يعجب الكثير من الجزائريين الذين اكدوا انهم فخورون بهذا المقطع خصوصا ورحبوا بقرار الرئيس عبد المجيد تبون. وشنو غيكون المصير ديال الجزائر وفرنسا مستقبلا؟ واش فرنسا غتقبل هذا القرار ولا حتى هي غتزيد فيه من جهتها؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو عند خوكم السائم، وغادي تشوف اخبار حصريه بشكل يومي. قسما هو اسم النشيد الوطني الجزائري كتبه مفدى زكريا عام 1956، وبعد استقلال الجزائر عام 1962 أصبح النشيد الرسمي للجزائر وما زال. كل الجزائريين هما مع القرار الأخير اللي وقع عليه الرئيس الجزائري تبون، واللي هو أن كل مقاطع الخمس من النشيد الوطني الجزائري خاصها تأدى بشكل كامل ولا دخل فرنسا في هادشي كامل، بحيث هذا النشيد كيعبر على كل جزائري عانى من الاستعمار الفرنسي للدولة ديالو. أيضا كيأكدوا الجزائريين هو أن فرنسا لحد الساعة وبقى ما اعتذراتش على أكثر من مليون شهيد اللي خلفته في الاستعمار ديال الجزائر، يعني بكل بساطة كيقولوا أن هذا النشيد الوطني من حقهم يأديوه بكل المقاطع ديالو في كل المناسبات الرسمية. الشيء اللي خلى فرنسا ماشي من دابا وإنما من شحال هادي وهي كتحاول أنها تقنع الجزائر باش تحذف هذا المقطع من النشيد الوطني ديالها، إلا أن المحاولات ديالها كاملة باءت بالفشل. من بعد ما وقع الرئيس الجزائري تبون على المرسوم الرئاسي اللي كيأكد أنه خاص يتأدى النشيد الوطني في كل المناسبات الرسمية وبدون ما يتقطع أو يتحذف أي مقطع من النشيد الوطني، وزيرة الخارجية الفرنسية ما عجبهاش الحال وعطات الرأي ديالها المخالف والمعارض لهذا القرار، وقالت أن هذا القرار غادي يزيد يغدي هذا التوتر اللي أصلا كاين من الصيف اللي فات بين فرنسا والجزائر، واللي من مدة طويلة وحسب القصد ديالها أن فرنسا كتحاول من جهتها تلطف الأجواء. هذا القرار يأتي خارج الإطار الزمني للنشيد الذي كتب في الماضي، فإن كان السياق في الماضي يفسره، فاليوم أعتقد أنه يمكن أن أتساءل، لأنه يبدو أن هذا الوقت قد انتهى. الجزائر كشعب والغيرة ديالهم على بلادهم بطبيعة الحال ما عجبهمش الحال، وما غير رضاوش فرنسا تدخل راسها في أي قرار داخلي للجزائر، حيت بهذا الشيء فرنسا كتبين بصفة أو أخرى أنها باقي كتعامل الدول الإفريقية العقلية الاستعمارية اللي كيخليها تدخل في اللي ما كيعنيهاش وتبغي تبان هي الأقوى، وهذا الشيء اللي ما بقاش حاليا. والمثال على ذلك هو أن الجزائر بالرغم من كل هادشي اللي كتقول فرنسا خدات هذا القرار وسينات عليه، يعني فرنسا اللي ما عجبهاش الحال تنطح راسها مع الحيط. كل ما وقع في الماضي إلا وهو راسخ في الذاكرة الجماعية، سواء للشعب الجزائري
أو للشعب الفرنسي. واخا انه بكل صراحه الخطوه اللي دارت الجزائر غادي تشعل العافيه كثير وكثير، وغادي تخلي الحزب اليميني الفرنسي اللي الكل كيعرف بانه كيكره الجزائر يزيد يفش قلبه ويضغط على فرنسا انها تزيد تقصح مع الجزائر. ربما هذه الزياره التي قادها الرئيس تبون الى روسيا هي التي اقلقت اليمين المتطرف داخل روسيا داخل فرنسا. الا كنتي جزائري خلي لي الراي ديال الجزائر في لي كومونتير، ما تنساش انك ديما تكون مفتخر، حيت بغينا ولا كرهنا كنبقاو خوت وكتجمعنا ديانه وحده.